الو. ايوه يا زين يا ولدي، أنا كويسه بس حصل حاجه. صالح الصغير دخلت اصلي، رجعت ما لقيتوش مكانه، قلبت عليه الدنيا والله يا ولدي في كل حته، ما عرفش. احب على يدك يا ولدي، دور عليه، ما تجيش البيت غير والواد على يدك عشان خاطري، والله قلبنا الدنيا. قالوا عجبكم كده؟ ما هو انتوا لو عينيكم في وسط راسكم، لو التيران اللي برا دول واخدين بالهم من شغلهم ما كانش حصل كده. اعمل ايه هاني؟ ده عمره ما حصلت في بيت الجناوي، غوروا من قدامي، غوروا. استهدى بالله يا زين وهنرجعه ان شاء الله. والله انا كل خوفي عزت بيه يقتلوا الواد. مش قوي كده، هم اكيد هيخلوه عنديهم، ولما مسعد اتحكم عليه هيرجعوه. يا رب. وهتلر فاهم ان التحليل ده لو ما اتعملش ده اللي هينجبنا من القضيه. الادله اللي عندنا تلبسوا البدله الحمراء ومن اول جلسه. الفكرة ان والد اللي قتل الست سهل قوي يقتل ابنها. على قولك، ما هو معون المش ما ينضحش الا مش. ربنا يسترها. يا ستي هي كويسه ان هي هتروح فين؟ ما هي مع باباها. ريحة الأكل حلوة، أنا جعانة. بجد انت ضامنه الاكل هنا؟ اه تعالي ناكل. يلا. إيه ده؟ هو مش ده عامر؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش قايل انك مع مامتك في المستشفى؟ وايه دي؟ مش كان عندك حلقه النهارده ولا ايه؟ اتلغت عشان اجي اشوف القرف اللي انت بتعمله ده. مين دي يا عامر؟ انا اللي مين؟ انت اللي مين وقاعده معايا هنا بتعملي ايه؟ مين دي؟ استني بس وانا فاهمك على كل حاجه دلوقتي. هتفهمها ايه ونيلة ايه؟ فهمني انا بتعمل ايه معاك دي؟ أنا اللي خطبته عليها هتكون يوم الجمعة الجاية، يا ريت ما تتأخريش بقى. بتضحكوا عليا صح؟ انت هتخطبها بجد؟ اه بجد هخطبها. طب وانا ايه؟ اللي كان بينا ده ايه؟ اللي كان بينكو؟ هي دي بقى الست المطلقة اللي أنت كنت بتقولي عليها؟ الست المتطلقة؟ أنا في نظرك يا عامر ست متطلقة؟ طب ما دام أنت شايفني كده، ليه عشمتني بيك قوي كده وخليتني أحبك؟ انا ما عشمتكيش ولا خليتك تحبيني، انت اللي عشمتي نفسك. حبيبتي أنت كنتي نازوة من نزواته وخلاص راحت لحالها. يلا بقى يا حبيبتي امشي من هنا. يلا يا هند، يلا يا حبيبتي معلش، يلا يلا يا هند. قد ايه يا مسعد؟ مش عاوز تشوفنا؟ مش انت المقصوده يما. ولا انا المقصود يا مسعد؟ طب اسيبكم تكلموا براحتكم. انا قصرت معاك في ايه يا ولدي؟ قصرت معايا في كل حاجه. لما علمتني ان الرجوله شرب الحشيش ومروح الكبريهات والمشي مع الحريم. لما علمتني ان الزكاه واكل حق الناس بالباطل. لما علمتني ان القوه تخويف الناس والافتراء على مخاليق ربنا. قصرت في ربايتي يا ابوي. رميت اللي انا فيها دي وكل الناس فاهمه ان انا القاتل، مش عشان انا مسعد ولا انا قاتل، لا، عشان انا ولد هتلر. يا ريت كان بايدي يا ابوي كنت اخترت اب تاني. بيدك يا ولدي، بيدك.
رميتك دي مش شطول ولو على رقبتي. لما تطلع بالسلامة بختار اللي يلد عليك. حصليني الأمين. لا مش هقدر اجي انا البرانش النهارده، معلش. مش مشكله، هكلمه بالليل اقول له كل سنه وانت طيب، يعني مش قصه. اوكي يلا، باي باي. باي. ممكن تروح؟ اروح فين؟ واسيب المزه دي لمين؟ ياسر انا بتكلم بجد. طب ما انا كده كده قاعده، وبعدين انا اتعودت اصلا. ممكن تخرج شويه مع صحابك، بعدين اكيد مصطفى هيزعل لو ما رحتش عيد ميلاده. والله العظيم ما عايز اروح. انا بالنسبه لي القعده دي في حضن وفيلم نتفرج عليه ونطلب اكل ب100,000 خروجه زي دي. وبعدين اصلا الخروجات دي ما بقتش احبها، ولا الاماكن دي ولا الناس دي. اشمعنى؟ مش عارف، بقيت احس ان الناس دي سبب كبير قوي من المشاكل اللي حصلت لنا. فيروز انا محتاجاكي قوي. ممكن عشان خاطري تيجي تقعدي معايا شويه؟ بليز ارحميني يا هند، بجد انا مش ناقصاكي، انا اللي فاهم كفيني وكفايه اللي حصل لي بسببك. فيروز عشان خاطري انا فعلا محتاجاكي. انت عارفه عامر عمل فيا ايه يا فيروز؟ طلع خاين زي ما قلتي لي. على فكره كان باين قوي من الاول، انت بس اللي ما كنتيش عايزه تشوفيه على حقيقته. عندك حق. فيروز بليز ممكن تلبسي وتيجي تقعدي معايا شويه؟ بقولك ايه يا هند، انا مش هخش البيت ده تاني ابدا، انت فاهمه ولا لا؟ لو في حاجه عايزه تقوليها لي تعالي انت.